ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في اول فيديو لقناة مطبخك اونلاين. هتقدم في القناة ان شاء الله باذن الله وصفات واكلات من المطبخ المصري ومطابخ تانية كتير. واول وصفة هتكون النهاردة معانا هتكون كبدة اسكندراني بتكاتها وحركاتها. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. هنقطع فلفل رومي، مقاديرنا: نص كيلو كبدة مقطعة، فلفل رومي مقطع، ملح وفلفل وكمون وكزبرة، وخمس فصوص توم، وطبعا فلفل حامي حسب الرغبة. هنسخن طاسة على النار ونحط زيت، هنسيبهم يسخنوا كويس قوي وبعدين ننزل بالكبدة حبة حبة علشان تاخد الصدمة وما تنزلش اي مية. هننزل بالثوم وهننزل بالفلفل الرومي ونقلبها تاني، هنقلبها لحد ما يتجانسوا مع بعض، وننزل بالتوابل كلها والملح، وهنقلب تاني، وهنسيبها حوالي 5 دقايق على النار علشان طعم الفلفل والثوم يدخلوا مع بعض. وهنا خلاص الكبده قربت تستوي خالص. الكبده ما بتاخدش وقت خالص على النار، لان انتي لو طولتي عليها هتبدا تشد معاكي. خلاص هنا خلاص هي كده دخلت في السوا. دلوقتي هنعمل طحينه. هحتاج طحينه وهحتاج ملح وكمون وشطه وليمون وخل. دلوقتي هبدا احط التوابل على الطحينه، وهحط ميه سخنه من الكتل عشان ابدا افكهم مع بعض. وبعد كده هحط الليمون، عصر الليمون، يعني ممكن نحط ليمونة مثلا، لان الليمون والخل بيتقلوا الطحينة جدا. دلوقتي هنحط كمان خل، وهنبدأ نخلطهم مع بعض لحد ما نوصل للقوام المطلوب. وبكده بتكون الطحينة جاهزة. هجيب عيش بلدي وهقطعه نصين وهبدأ اعمل سندوتشات الكبدة. يلا مع بعض نعمل السندوتشات. هنعمل سندوتشات الكبدة وهنقدمها مع الطحينة والمخلل، وحاجة كده عظمة يا بنات. وفي نهاية الفيديو أتمنى تكون الوصفة سهلة وبسيطة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يستفيد منه ناس كتير، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم كل الفيديوهات. باي باي.